عشان نتفق بسرعه. انت عايز ازاي تقولك والله انت بقى يا فاطمه ايه تكلميها عن مصر وعن ابنها الناس ايه ده يا فاطمه. انا النهارده شايفه فريق بريء اللي الصبح الابن والبنت بريء ايه ده؟ بريء اللي بيشرب في الانتصار اللي بيعمل اللي الصدمه اثرت على جسدك لكن الناس بتطلب حاجه جديده بتتغير حوالينا فاكيد انت حاسه بالبلد والتغيير اللي حصل فيها بعد الانتصار. انتصار ايه؟ انتصارنا وانتصار بلدنا اللي اتحقق على ايدي الشهداء وضحايا مشهود المصرف ان شاء الله ابدا. انا مش فاهمه حاجه، ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ وايه الدموع اللي في عيونك؟ الدموع فعلا وبتجي كل ما يشوف الجبل بيقول لي ميدان الشرف. انت بتقولي الكلام ده ليه؟ بكره تطلع شرف جديده وتعرفي الحقيقه، حقيقه الوطن الشمالي وان كل اللي في مصر انت الوطن من الوطن وان كل اللي في مصر انت الوطن من الوطن وان كل امنا تتكلم حقيقي فالحرام موجوده فيه وزي ما قال بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين كفروا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. فاكر تقولي كلامي عشان تنساك؟ لا انا مش هنام، انا هقعد مع نفسي شويه اصلي حاسه ان دماغي مشوشه. قاعده في المشاوير بتفكرها عليا شافت مليانه من امها السيئه. ايه ده؟ انا فين؟ وانت فين؟ انا ام البطل الشهيد. بطل شهيد مين؟ ابني اللي ضحى بنفسه عشان بلد. ابني كان طالب في جامعه ماشي في الغراب بيقول يا شباب الجامعات يا جمهور الطالبات تعالوا بكل عزم وأمل نفجر الصخور ونعبر البحور يلا يا شباب يلا يا شباب. وانت مين؟ العامل البسيط اللي ضحى بنفسه عشان بلد ومات بطل وشهيد ومن يوميها وانا بنادي زمان يا شباب العاملين يا كتائب العمل عمروها باليمين وسعدوها بالامل اقرا سنادي التوبه وبورسعيد اهو صور. وانا بقى بنت البطل الشهيد واخت البطل الشهيد. انا اخويا مات حرب 67 واخويا مات بعد ما رفع العالم في 53. ابوكي مات واخوكي مات ومش زعلانه؟ كنت زعلانه عشان بص هو في الصور فين انا جايبه هم يعني خد بص ممكن تاخد حريتك انت الوحيد تاخد حريتك انت تنزل الصور كل الصور دول يعني جايبهم من ظهرهم هم باصين كده هو كان هو قدامه لو خد حريتك من المنطقه دي كلها عشان مش يا عم ماشي اسمع كلامي بقول لك عليه بص ان هو بص هو بقى واحد ودول. وانا جيت عشان اشكر ولادي اللي ضحوا بعمرهم عشاني وجنودي اللي وقفوا زمان في دينا قدامنا قاعدين والنهارده واقفين يحاربوا الارهاب شعارهم نحن الجنود الهابلون نحن الاسود الهابلون اننا هنا لصامدون. وانا مصر جيت عشان اشكر ولادي وجنودي وبهديكم من دمي وجهدي كل ما املك من خير العالمين عشان تعيشوا عيش الحر الكريم. الله عليكم الله عليكم. وانا ام البطل ابني اللي ضحى بنفسه عشان خاطري وعشان خاطر بلدي تعيش لازم اكون فخوره بابني وانا ام لازم اكون فخوره باي ام ثانيه راح ابنها سعيد عشان خاطر مصر وعشان خاطر ولادها وعشان خاطر بلدنا تعيش. مصر اللي كانت جوه صوره عينك تتعلم مصر اللي كانت جوه بلدانك تتعلم دلوقتي بس تفتح بابها وتتكلم ومن مصيرها بتقرا فلوس وتتعلم. الله عليك يا مصر حي اللي دور ارضنا حي اللي خسر
I'm